السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد من حكاوي من أمريكا، وحلقة تانية في كروجر بناء على طلبكم، ونشيك أكتر على الأسعار ونتفرج أكتر على المنتجات. الحلقة ديت يعني هنعيد فيها شوية معلومات كنا قلناها سابقا، ولكن مينلي احنا عايزين نتفرج ونعمل شوبينج بناء على طلبكم. الحلقات اللي فاتت كانت مدتها قليلة شوية وما كانتش كافية اللي احنا نعمل شوبينج ونتفرج براحتنا، فخلينا نتفرج دلوقتي. هنشوف السكشن بتاع الناتس والسناكس، وهنشوف السكشن كمان بتاع الحاجات الهيلث كير، عاملينه وقافلينه هنا هو في كروجر، هنتفرج عليه. بصوا يا جماعة، السكشن ده كامل بتاع الناتس اللي فوق البلو دايموند ده حلو قوي بصراحة، وبعدين سعره هنا كويس، يعني عاملين عليه تخفيض ب $11 وكمان يعني هو بيتباع على الانترنت اساسا اونلاين اغلى من كده، بيتباع بحوالي $14، فكون ان هو يكون موجود في كروجر بسعر قليل زي كده بيبقى كويس قوي. كل انواع النتس اللي انتوا تتخيلوها. هندور بقى على المكاديميا النت ديت الحاجه اللي ناقصانا، هنشوفها فين. ما اعرفش هي موجوده هنا ولا لا، بس ما اعتقدش ان هي موجوده هنا، ان انا دورت عليها. كمان عايزين نبص على الصيدليه بتاعت كروجر. زي ما قلنا قبل كده يا جماعه، كروجر بيقدم خدمات متكامله، يعني طبعا كل المنتجات اللي انتوا تتخيلوها موجوده، بالاضافه ان هم بقوا يتميزوا ان هم زي يعني هو كوسكو الحقيقه كان مثال رهيب في التجزئه وشد الناس وراه يعني. فطبعا هم بيتوسعوا دلوقتي صيدليات متخصصه. البنزين لازم يبقى يعني السلاسل الكبيرة اللي زي كده بيبقى عندها البنزين بتاعها وبيبقى بأسعار كويسة. طبعا كوسكو كل فرع ليه البنزينة بتاعته، لكن مش زي كروجر، لأن كمان كروجر عدد الفروع أكتر بكتير من كوسكو. يعني كروجر حوالي 2900 فرع، فمش كل الأماكن بتقبل إن هي يكون فيها بنزين. طيب احنا شفنا الجزء بتاع السناكس، الحاجات ديت مش هنتفرج عليها. تعالوا بقى ندخل السكشن بتاع اللي هو بصوا اللي هو بتاع الحاجات الهيلث كير والشامبوز والحاجات اللي زي كده. بصوا قافلينه ازاي، وفي كاشير لوحده على الاول اهو واقفه، وفي كمان حاطين سكيورتي عليه مش عارف ليه. جود مورنينج. فندخل بقى ونتفرج برضو الحاجات ديت يا جماعه. احنا كنا اتكلمنا في لايف قبل كده وقلنا ان الحاجات ديت يعني احنا بنقارن حاجات وبنلاقي اسعارها في امريكا ارخص من مصر، وديت الحاجات المستورده معظمها، ولكن الحاجات اللي مصر بتصنعها هتلاقي سعرها احسن من امريكا. ف يعني انا كنت برد على المقوله بتاعه الجنيه جنيه بلده. يعني مش في كل الاحوال صح، يعني المقصود بيها الجنيه جنيه بلده دوت ان يعني الجنيه في مصر زي الدولار في امريكا، فانت تشوف الجنيه بيجيب ايه والدولار بيجيب ايه وكده يعني. هي صح طبعا في جزء كبير جدا، لكن مش في كل الاحوال نقدر نعممها. تقدر تعممها في المنتجات المحلية، وبعض المنتجات برضو يعني في المنتجات الانترناشونال برضو هتبان اكتر. بمعنى ان لو في منتج مستورد في امريكا ومنتج مستورد في مصر، فتقدر تشوف قوة الجنيه وتقدر تشوف قوة الاقتصاد منه يعني. على حسب بقى الضرايب والحاجات اللي تتحط عليه. يعني مثلا لو جبنا منتج ثالث خالص زي العربية البي ام ديت بتنتج في ألمانيا، فنشوف سعرها كام في أمريكا ونشوف سعرها كام في مصر. أو نجيب حاجة مثلا بسيطة يعني زي أي شامبو أو صبغة من الصبغات ديت. بصوا بقى جميع أنواع الصبغات اللي انتوا تتخيلوها، او صبغه او كده، نشوف سعرها كام. يعني مثلا تكون بلد المنشأ بتاعها ايطاليا او اسبانيا او كده، وتشوفوا سعرها كام في مصر وتشوفوا سعرها كام مثلا في امريكا يعني. فمش في كل الاحوال الجنيه بيبقى جنيه بلده يعني، ولكن احنا بنقيس في الاخر قوة العملة المحلية لكل بلد يعني. فانت لما بتشوف وبتشوف الاسعار وبتقارن وكده تقدر تحكم. لا الدخول في امريكا يعني مش الدخول اللي عالية جدا يعني المتوسط. خلينا نتكلم في حتة 3000 ل $4000 شهريا. نقول $4000 يعني حوالي $48000 في السنة.
فانت بتشوف بقى ال 48,000 دولار دول بيعملوا لك ايه. هل يسكنوك ويأكلوك ويشربوك؟ لو انت معاك اسره هيبقى صعب جدا زي مصر يعني، او مصر يبقى شبه مستحيل 4000 جنيه يعني، لكن هنا هيبقى صعب، لكن هتقدر يعني تقدر تكافح بيهم وكده. السكن مش هيكون افضل حاجه، طبعا الرفاهيات مش هتبقى افضل حاجه، ولكن الحكومه هتساعدك كويس، بتدي معونات مش بطاله الحقيقه للناس اللي هم الدخل بتاعهم محدود. فتقدر في امريكا بشويه معافره تقدر، لكن في مصر مستحيل طبعا تعيش بال 4000 جنيه يعني. يعني هي ديت مقارنه، لو حابين نتكلم اكتر في القصه بتاعت الاقتصاد ديت مفيش مشكله، اكتبوا لي في التعليقات ونتكلم. دوت كان السكشن بتاع الحاجات الهيلث كير والشامبوهات وحاجات الاطفال. طيب ماشي، خلينا ناخد كمان سكشن نتفرج، وبعد كده نقدر نقفل. نتفرج على النظارات والحاجات دي هتعجبكم برضه، بس مش موجود عليها سعر. How you doing? طب يا جماعة احنا بنكمل هنا اهوت، وبعدين لقينا what's your name man؟ تشارلين. لقينا تشارلين هي سكيورتي هنا، وبعدين بس بتقولي انت بتعمل ايه؟ بقول لها انا بصور فيديو كده علشان الناس تعرف الحياة في امريكا والقصة ديت كلها. فقالت لي ماشي، فقلت لها يعني it's okay if we talk with you about your how many hours do you work here والقصة دي. قالت لي اتفضل. So just basically tell us Charlie, like how many hours do you work here? 10 to 12 hours daily. بتشتغل 10 ل 12 ساعة every single day. How many? 50 to 60 hours a week. 50-60 ساعة في الأسبوع. 6 days or 5 days? 5 days. And how much do you make after all of that? Not enough. Do you support yourself or somebody else? Myself and my kids. How many are those? 3 of them. Yeah. And you barely can make it, or you make it comfortably, or? We're making it, but you got to cut back on certain expenses, you know? Yeah. Have another income. Multiple people have to stay in the house to make it. Yeah. You know? Yeah. So don't think you're going to come down here and do it by yourself, because you can't. Yeah, if you are just one person. It has to be a family. And everybody got to work. Everybody got to work. Yep. Yeah. And you are a single mom? Yes, I am. Yep. Well, thank you very much, Shirley. And we wish you all luck. Okay. You as well. Thank Good you. luck on your document. Thank you. يا جماعة بتشتغل 50-60 ساعة في الأسبوع، مطحونة خلاص، وعندها 3 عيال، وبتقول لي بتصف تراب. يعني زي ما قلت لكم الموضوع مش سهل. قالت لي لو انت لوحدك لا الموضوع صعب، لكن لازم طبعا تبقى عيلة، يبقى الأب والأم هيشتغلوا طحن، يقدروا يعيشوا. يعني هو دوت اللي احنا بنحاول نوصله، ان الدنيا مش كلها نعيم او انت هتروح هنا هترتاح تماما، وانت هتيجي او هتسيب مصر هترتاح تماما. لا يا جماعة والله، يعني الشاطر هو اللي يتوكل على ربه ويبقى ايمانه بالله كبير، وعنده عزم وعنده قوة ان هو يحقق اللي في باله ويستعين بالله. ولازم يا جماعة تعرفوا ان الرزق والمشيئة كلها بتاعت ربنا. لو ربنا رايد اللي هو يرزقك وانت في قلب البحار هترزق، ولو انت قاعد في منجم ذهب وربنا مش رايد لك حبيبي مش هترزق. فانت صلح اللي ما بينك وما بين ربنا، وما حدش بياخد اكتر من الرزق اللي مكتوب له. ولكن اوهام لا، نبيع الوهم لا، قنوات تبيع لكم الوهم لا، اللي يقعد يقول لك امريكا ما فيش زيها لا، اوروبا ما فيش زيها لا، الكلام ده مش مظبوط. ناس كتير جدا في مصر نجحت وسعت وشغلت مخها، كان عندهم علم او ما عندهمش علم، يعني ناس يعني مش متعلمين او شهاداتهم متوسطة او جامعية عفى عليها الزمن برضو، زي اداب وتجارة والحاجات اللي زي كده اللي هي التقليدية بتاعتنا.
ومع ذلك فكروا شافوا ونزلوا السوق وحاولوا واستعانوا بالله وربنا كرمهم يعني. طيب نختم بقى بالنتس والحاجات اللي زي كده هتعجبكم. بصوا بقى الكاجو ده مطلوب مني الحاجات ديت بالاسم، وان شاء الله يعني تعجبكم. وكنت اتمنى ان انا لو نعرف نبعت لكم حاجه نبعتها يعني. يا جماعه ما تنسوش الصلاه على رسول الله طول ما انتم بتتفرجوا على الفيديوهات وعلى القناه دي بالذات. لازم تذكروا الله وما تضيعوش وقتكم حتى لو كانت المعلومه مفيده من غير ما تبقى دنيا واخره. وما تنسوش الاشتراك في القناه لو انتم حابين يعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.